النهاردة أولى حلقات باك تو سكول، والفيديو ده بناء على رغبة المتابعين. طلبتوا معايا تكون أول حلقة هي الفينو، ولازم طبعا أنفذ لكم طلباتكم. زي ما انتم شايفين الفينو شكله بيتكلم عن نفسه قد إيه طري وهش جدا من جوه، وطعمه حقيقي مميز عن أي فينو أنا دقته في حياتي. متكلف ومعمول بإتقان، وكمان أهم حاجة إن انتي ضامنة نظافته وعاملاه بإيديكي. زي ما انتم شايفين كده المنظر تحفة ازاي، وحقيقي هيعجبك مجرد ما هتجربيه. هنسرد مع بعض كل التفاصيل بكل والحاجات اللي تضمن لك ان انت تطلعي رغيف فينو مظبوط. يلا بينا نبدا بسم الله وندخل على المقادير. اول حاجه معانا الدقيق، هنعايره بالجرامات. انا هبسط لكم كل حاجه والموضوع سهل وبسيط جدا. معانا اول حاجه الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق 5 ستار متعدد الاستخدامات. هناخد منه او هنعاير منه 700 جرام من الدقيق. نركز في الجرامات ونركز في المقادير، لان هي دي اللي هتطلع لك عجينه مظبوطه مليون في الميه. زي ما انتم شايفين كده عايرنا خلاص الدقيق. طبعا باقي المكونات انا معايرها مع نفسي قبل الفيديو. معانا هنا ال 700 جرام دول، ومعانا كوبايتين ونص لبن دافي، ومعانا 6 معالق سكر، ومعانا دي زبدة 80 جرام زبدة، ومعانا رشة ملح، ومعانا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة خل، و12 جرام خميرة اللي هو يعادل كيس خميرة كامل. اوكي، هنبتدي اول حاجه معانا اول خطوه، ودي اللي بتضمن نجاح العجينه، ان انت تختبر الخميره بتاعتك. هبتدي احط الخميره على السكر على اللبن واخفقهم كويس جدا مع بعض. والمقادير نزلت تاني برضو على الشاشه عشان لو حد عايز ياخدها سكرين شوت تسهل عليه الدنيا شويه. نبتدي نخفقهم كويس جدا لغايه ما نطمن ان السكر دايب كويس. وبعد كده اللقطه اللي جايه دي بقى اعمليها في اي معجنات عندك، حقيقي بجد هتفرق جدا في قوام العجينه، سواء بيتزا سواء فينو سواء مخبوزات باتيه اي حاجه. اللقطه دي حلوه قوي، ان انت تحطي كوبايه دقيق من المعيار اللي معاكي. يعني احنا معايرين 700 جرام، هناخد منهم وليكن 100 جرام دقيق نحطهم على الخليط بتاع اللبن والخميره والسكر. زي ما انتم شايفين كونت فوم عامل ازاي، وحقيقي بجد يعني طلعت لي عجينه تحفه تحفه تحفه. وانا بعجنها من حلاوتها يعني بصوا عايزه تتاكل نيه. زي ما انتم شايفين كده هنبتدي نحط باقي المكونات الجافة على الدقيق، ونخلط الدقيق كده شوية. وبعد كده هننزل عليهم، وحطيت برضو معلقة الخل على المكونات السايلة، وهنبتدي بقى نعجنهم كويس جدا. اهم حاجة في الفينو بتاعك ان انت تخدميه في العجين كويس جدا. يعني طبعا انا حاولت اجيب لكم مدة العجن، لكن طبعا في الحقيقة انا طولت. يعني انا بحاول اسرع في الفيديو علشان ما اطولش على المشاهد بتاعي، وفي نفس الوقت لازم اكون صريحة واقول لكم ايه ورا الكاميرا اللي بيحصل. اللي حصل ورا الكاميرا ان انا جبت صينيه وابتديت اعجن كويس جدا، وافرد العجين واقوم لماه، وافرد العجين واقوم لماه بنفس الحركه اللي هتشوفوها دلوقتي. دي نص كوبايه ميه بتجيبيها جنبك كده. لو العجين او الدقيق بتاعك احتاج شويه ميه بتحطي. وطبعا كل ايد بتحس بالعجينه بتاعتها. زي ما انتم شايفين جبت فردت البورد بتاعي اللي بعجن عليه. ونبتدي تعجني بالشكل ده، تفردي العجين وتلميه، تفرديه وتلميه بنفس النمط ونفس التكنيك. هتطلع ما تفضلي تعجني لغايه ما العجينه معاكي تبقى طريه، وتحسي ملمسها ناعم كده. وخليها حلقة في ودانك يا فراولاية، ان نجاح اي عجينة معاكي بيتوقف على مدة العجن. تخدمي العجينة كويس هتديكي مطة حلوة، وهتديكي ارتفاع حلو قوي للعجينة. زي ما انتوا شايفين كده فضلت اعجن فيها فيما لا يقل عن ربع ساعة، لغاية ما قصدي العجينة بقت عاملة زي الملبن. الملبن ايه، اخف من الملبن كمان. هنجيب بقى بولة كبيرة وندهنها حبة زيت صغيرين، ونبتدي نحطها فيها ونغطيها بستريتش رول مدة 10 دقايق فقط لا غير. تركنيها كده 10 دقايق. مجرد ما تجهزي النشابة بتاعتك وتعملي المكان اللي هتعجني فيه ده برشة زيت بسيطة. والله يمكن انا ما حطيتش كمان رشة زيت، مع ان العجينة معايا بتلزق سنة بسيطة. العجينة كل ما تبقى طرية وبتلزق حاجة بسيطة تديكي قوام حلو قوي لأي معجنات. وطبعا عشان ما اطولش عليكم كورت العجينة مع نفسي، وده كان المنظر. هتشوفوها هنسيبها يعني الموضوع عايز سرعة بقى. بعد ما تتكور تجيبي اول كورة انت عملتيها وتبتدي تفرديها وتلفيها رول زي ما هنشوف دلوقتي بالتفاصيل. هنا غطيتها، وهنا بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله شايفين المنظر عامل ازاي. ده انا ما سبتهاش تخمر كمان، انا مجرد ما بدأت بأول واحدة عملتها كورة يعني.
تبتدي تفرديها كده. انا من النوع اللي بحب حجم الفينو يكون صغير، يعني حتى لما بشتري فينو من بره بشتري الباتيبان الصغير ده، فهعمل اللي انا بحبه. تمام. طبعا لو انت عايزة تنجزي في الوقت هتبتدي اصلا من البداية تكوري الكور كبيرة مش صغيرة زي ما انا عملتها، يعني ملكيش طولة بال زي كده. طبعا انا جبت كرسي وقعدت بقى، لان انا ما بحبش الوقفة الكتير يعني، وعشان رجلي كمان يعني، مش علشان ما بحبش. فهنبتدي بقى نلفها بالشكل ده. بصوا انا مبطئه لكم اول واحده بس، والباقي طبعا هناخده في عجاله كده اهو. بصوا شكله كيوت خالص، واوعي تقولي ايه ده صغنن خالص، لا، هيخمر وحجمه هيتضاعف، وهتشوفيه في الصاج معايا دلوقتي بعد ما يخمر هيبقى شكله عامل ازاي. يلا تاني واحده مع بعض. تبتدي تفرديها بشكل مستطيل كده بالراحه، و هتبتدي تلفي. تخلي بالك وانت بتلفي اللفات تكون متقاربه لبعض، ما تسيبيش مسافات جامده علشان ما تبقاش مورقه من جوه، يعني احنا عايزينها تبقى هشه او كل حاجه، لكن وانت بتلفي تلفي الطبقات زي ما انا بلفها كده بالشكل ده. تمام. واهم حاجه الجزء الاخير ده تقفليه كويس جدا علشان ما يفتحش معاكي وهو في الفرن. وده الحجم بتاع الفينو بتاعي، وهتشوفوه لما هيخمر وهيستوي هيبقى عامل ازاي اهو. بصوا دي واحدة تانية برضو حبيت اوريها لكم. بس كده انا هبتدي بقى رصتهم كلهم، ومجرد ما كنت بفرد الباقي كان اللي قبله بيخمر، ده لان الخميرة معايا حلوة جدا والمكونات معايا مظبوطة بالملي، فطلعت لي رغيف فينو ما شاء الله خمران وزي الفل. تمام. انا حبيتش اعمل صواني كتير بقى، عندي الصاج الكبير دوت، رحت حطيت فيه الفينو بتاعي. اهم حاجة وتخلي بالك منها علشان ما تواجهكيش، لما تيجي تحطي الصينية تحطيها في الرف الاوسط، ما تحطيهاش في الرف اللي تحت خالص وتقولي انا عايزة حرارة الفرن تبقى كده. طبعا انا رشيت على الوش صفار بيضة مع معلقتين لبن مع معلقتين سكر. اهم حاجة صفار بيضة بس من غير البياض، ومعلقتين لبن ومعلقتين سكر، وخفقتهم كويس جدا مع بعض، ودهنت بيهم وش الفينو. وحبيت اعمل حبة بسمسم وحبة سادة، حطيت بقى على اللي انا عايزاه سمسم زي ما انتوا شايفين كده المنظر. وهتدخل على الفرن على طول، مش هستنى عليها اكتر من كده، هو كله خمر اهو. مفيش غير اخر 4 ترغيفة اللي هم الرفيعين دول هم اللي مخمروش، كملوا خمرانهم في الفرن جوه. زي ما انتم شايفين المنظر بيتكلم عن نفسه حقيقي. قد ايه ريحة البيت كانت جميلة من الخبيث في البيت ده، يعني خير وبركة كده. ومنظر الرغيف تحفة، والطعم كمان يعني بسم الله ما شاء الله. لازم تجربوها، واثقة انها تنول اعجابكم. وانتظروني بقى في باقي سلسلة باك تو سكول، هتنزل حلقات حلوة قوي هتعجبكم. وقبل ما يخلص الفيديو لازم اذكر اسماء اصحابي اللي هم السبب في ان انا اعمل الفيديو ده. اولهم وعلى راس القايمة رحاب حبيبة قلبي، ومارو وموني وياسو وأمولة، مش عايزة انسى حد، وهدى حبيبة قلبي، وكل صحابي الحلوين اللي هم فضلوا يزنوا عليا اعملي لنا فيديو الفينو، اعملي لنا فيديو الفينو. هبتدي احط سكريناتهم علشان انا وعداهم ان انا هقول اسمهم في الفيديو ده. ربنا يخليكم ليا، وربنا يديمكم في حياتي العمر كله. مهما صاحبت ومهما عرفت بتفضلوا انتوا اقرب ناس لقلبي. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.